السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمله فيديو جديد بشنطة جديدة زي ما انتم شايفين كده. الشنطة جميلة وفيها ورد الربيع. يا ريت قبل ما نبدأ ونفرجكم على الشنطة كده، يا ريت تحطوا لايك وانتم بتتفرجوا، واللي ما اشتركش يشترك عشان القناة تكبر بيكم. حبايبي الغاليين العزاز على قلبي، وشكرا ليكم وعلى كل اللي بيكتب كلمة حلوة. ألف شكر. الشنطة زي ما انتم شايفين كده مبطنها من جوه بالبطانة ديت. الخيط خيط مكرمية، خيط سلسلة قطن. وطبعا ما كانش كفة يعني، فأنا حطيت اللون اللي فوق دوت، بس لقيته جميل عليها يعني. كملت بخيط قطيفة رفيع بنفس السمك بتاع الخيط بتاع الشنطة يعني. القاعدة جلد زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو بيبقى طقم الإيد مع القاعدة، بيبقى طقم بيتباع عند بتوع الخيوط. ركبت لها اكسسوار زي ما انتوا شايفين بسيط كده، كان في شنطة يعني عندي. وعملت لها الورد ده وحطيت لها، لزقت لها كام ولاية كده برا عشان تدي شكل حلو يعني كده وحاجة مبهجة يعني. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الربيع وبمناسبة كمان رمضان. يا رب دايما كده يكون أيامنا كلها مبهجة وجميلة. القاعدة بتاعتنا اهيت زي ما انتم شايفين، قاعدة جلد. هنعمل لها بوري على قدها بالظبط عشان يدعمها يعني وتبقى متينة شوية، لأن الجلد بيبقى خفيف. ممكن أخرمها واشتغل الاتنين مع بعض، أو ممكن أشتغل في الجلد بس وبعدين ألزق بعد ما أخلص كام سطر كده. أهو الخيط أهو، بس أنا كنت مستخدماه قبل كده يعني. وبعدين قلت لأ، أنا مش عاجباني يعني الشنطة، فكيتها وقلت نعمل شنطة بقى معاكم. الإبرة 3 أو 3.5 حسب الخيط يعني اللي انت ايه بتستخدميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده، هندخل في أي فتحة يعني تعجبك. هنبدأ من الجنب كده اهوت، وبعدين نشتغل غرزة تثبيت كده اهي. هنعمل غرزة حشو، كل فتحة هنخش فيها 3 مرات بغرزة حشو. 3. هاخد الخيط طبعا الزيادة معايا، وزي ما انتوا شايفين كده بحطه معايا في الشغل. اخش على طول في تاني فتحة واعمل اخش فيها 3 مرات غرزة حشو عادية خالص. طبعا انا بعمل حسب الخيط اللي معايا يعني. لو الخيط بتاعك اضخم من كده مش هتخش 3 مرات، هتخش مرتين 2 بس يعني. انتي حسب ما تشوفي ايه المناسب للخيط بتاعك. هخش في كل فتحة 3 غرز. واخد معايا الخيط الزيادة اداريه في الشغل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هشتغل على القاعدة كلها. وصلت للآخر اهو. هشتغل برضو 3 مرات غرزة حشو، اخش 3 مرات وبعدين اقفل بمنزلقة. اسحب كده سحبة واحدة، اسحبها وكده خلصت القاعدة. هرتفع سلسلة واحدة لان الغرزة بتاعتي
هشتغل غرزة حشو، فمش محتاجة غير ارتفاع بسلسلة واحدة. هخش في كل فتحة أو في كل غرزة، يا فوق كل غرزة مش هزود ولا أي حاجة، فوق كل غرزة غرزة حشو. هشتغل بالشكل دوت 3 سطور أو 4 سطور، هرتفع يعني حوالي 2 سنتي بالشغل. كلها غرزة حشو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنشتغل بقى كل القاعدة بالشكل ده. بعد ما اشتغلت كام سطر كده، 4 سطور أو كده، هضير الشغل وابدأ بقى الغرزة بتاعتي اللي هي غرزة المنتفخ. هشتغل كده 4 غرز، 2 بلفة، يعني عمود بلف من غير سحب، وبعدين أسحبهم هما كلهم بسحبة واحدة ونقفلهم بسلسلة، وبعدين أشتغل 5 غرز أهو في كل غرزة غرزة حشو. هشتغل 5 حشو أهو، ما بين كل غرزة منتفخة والتانية 5 غرزة حشو. وبرضه هي ممكن تقللي، ممكن تزودي حسب ما انت شايفة. لو عايزاها يعني بيبقى غرزة المنتفخة دي بتبقى يعني ايه على بعضها كتير كده، ممكن تقللي ال5 غرز دول. عايزاها المسافات واسعة وسعي. انا عملت ما بين كل واحدة وواحدة 5 غرز اهو. نشتغل 5 غرز، ادي 2 3 4 5، وفي الستة بعمل الغرزة بتاعتي اهو. هاخد لفة، ادي 1 اهو، اول عمود، تاني عمود، التالت، الرابع، 4، واسحب سحبة واحدة واقفل بسلسلة، وبعدين انزل في الغرزة اللي جنبها واعمل غرزة حشو، 5 غرزة حشو بعد كده. طبعا ده بشتغله على ظهر الشغل عشان تبقى الغرزة منفوخة من الناحية التانية. أفضل أشتغل اهي، شوف زي ما انتوا شايفين كده المسافات يعني تعتبر ايه معقولة يعني. عاوزاها تبقى أتقل من كده زود، يعني قللي المسافات. أنا كده اشتغلت أول سطر وهقفل بقى وخلاص. هقفل في آخر يعني في الغرزة بقى الأخيرة بمنزلقة، ضيرت الشغل وهشتغل سطر حشو. الارتفاع بيبقى سلسلة واحدة بس، لأن طبعا غرزة الحشو ملهاش ارتفاع أوي يعني. هشتغل سطر غرزة حشو وبعدين أضير واشتغل السطر المنتفخ، وهكذا سطر حشو على وش الشغل والسطر كله منتفخة على ظهر الشغل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت يا حبايبي اللي وصل للمشاهدة يعني لحد الجزء دوت يحط لي لايك لو هو محطش لايك، وألف شكر ليكم فضلا منكم وليس أمر. أنا اشتغلت كذا سطر اهو، ارتفعت كم سطر، بشتغل سطر حشو وسطر المرتفخة دي على الظهر. طبعا لزقت البوري اهو زي ما انتوا شايفين، لزقته بمسدس الشمع بعد ما اشتغلت شوية وارتفعت بالشنطة لزقته. ممكن تلزقيه بالشمع او بالمسدس يعني، او تلزقيه بالكل اللي يعجبك. ده بيدي يعني دعم للقاعدة عشان متبقاش خفيفة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. هشتغل كده لآخر السطر غرزة حشو. هي غرزة ممكن تستخدميها في حاجات كتيرة يعني، تعملي بيها بلوفر أو تعملي بيها شال أو كوفية أو طاقية. أو فستان بيبي أو جاكيت بيبي بقى جميل أوي. ندير بقى الشغل ونشتغل المنتفخ وهكذا. ارتفعت بيها اهوت، وبعدين كملت بالخيط اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لان الخيط النبيتي دوت كان خلص وانا عايزة نطول شوية في الشنطة. الارتفاع بتاعها بيبقى حوالي 25 سنتي عشان تبقى معقولة يعني. اشتغلت بقى بقية الشنطة بغرزة الحشو بس عشان الايد يعني، وكده اما اجي اركبها ما تبقاش مش كانش هينفع احطها على المنتفخة ديت، فقلت نخليها غرزة عادية وكمان عشان تبقى يعني ألطف يعني. أهم حاجة لما تيجي تكملي بخيط مختلف يكون نفس التخانة أو السمك بتاع الخيط اللي انت بتشتغلي بيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. هشتغل بقى كده هرتفع بيها حوالي 3 سنتي أو 4 سنتي، وهما اللي كانوا باقيين يعني عشان مكان ما هحط ايد الشنطة. اهو زي ما انتوا شايفين كده ركبت الايد اهيت. طبعا الايد لازم تتركب الاول، ولو هتحطي اكسسوار او هتحطي حاجة تلزقيها الاول قبل ما تحطي البطانة بتاعت الشنطة. ركبت الايد بخياطة عادية وبالابرة العادية وبنفس الخيط برضو، وجبت بتاع ده شبك بلاستيك وخيطته قبل، كنت موريهولكوا قبل كده في شنطة قبل كده. ده بيمسك الشنطة وبيخليها حلوة يعني ما تبقاش طرية، تبقى ماسكة نفسها كده، بيبقى أفضل من البوري.
وركبت لها البطانة ديت، حطيت فيها البطانة زي ما انتوا شايفين، وعملت لها جيب. اللهم صل على سيدنا محمد. كده عملت السوستة بقى بالخيط اللي أنا شاغلة بيه الشنطة. اشتغلت 4 سطور وخيطتهم في قلب السوست، 4 سطور حشو. طبعا أنا ممكن أشتغل في قلب الشنطة على طول، في قلب السوست على طول، بس أنا مفضلتش يعني، لأن بيبقى عايز إبرة رفيعة وممكن تبقى مشدودة أو كده، فأنا بفضل إن أنا أشتغل 4 سطور وبعدين أخيطهم بالإبرة العادية زي ما انتوا شايفين كده بنفس الخيط. ممكن تستخدمي الخيط القطن لو نفس اللون بتاع الشنطة تستخدميه. زي ما انتوا شايفين كده ركبت بقى ورد من برا ولزقته بالمسدس وخيطته الأول وبعدين حطيت له لولي كده بالمسدس. ويا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.